طيب اخر حاجه هنتكلم عنها ان ايه اللي يحصل لو احنا عملنا linear transformation. التو فيكتورز اللي جواه linear dependent، يعني مثلا واحد واحد اتنين اتنين. linear dependent اللي هو زي ما قلنا اللي هو عندي اتنين فيكتورز فوق بعض. احنا قلنا السبان بتاع التو لاينز دول هيبقى عباره عن لاين بيعدي ما بينهم وبيعدي بالاوريجين وهو انفينيت. فاللي هيحصل في الاخر ان انت اي نقطه هتدخلها في الترانسفورميشن دي كأنها بتسكويش ال 2 دي بلين كله على اللاين ده. ليه؟ عشان انت كل نقطه تدخلها هي فورس تنزل في السبان، يعني هي بتطلع من الاي والجي اللي هو البيس بتاعنا. السبان بتاعه هو ال 2 دي كله، ده اوريدي قلناه. فانت بتضربه في ترانسفورميشن لبيسس، البيس بتاعه هو السبان بتاعه عباره عن لاين، فانت كانك بتسكويش كل النقط على اللاين ده. جميل. فدي برضو مهمه، يعني دي بتقول لك كونسبت ان اللين ترانسفورميشن برضو ممكن يغير يعني كانك تسكويش حاجه. وده اكشلي برضو مثلا البيسس بتاع حاجات زي، طبعا مش دايركتلي يعني، بس حاجات زي البي سي اي مثلا والبرنسبل كومبوننت اناليسيس وحاجات تانية. ان انت قاعدين انت بتاخد فيتشرز كتير قوي، دايمنشنز كتير قوي، وتعملها سكويش في دايمنشنز اقل، بتخسر انفورميشن. انت اكيد بتخسر انفورميشن، بس انت مور مانجبل وممكن تعمل بيها حاجات زي الكلاسترنج، وان انت تشوف يعني ريليشنز بين الداتا وبعضها وحاجات زي كده. فتعرف تتعامل مع بشكل اسهل، عشان لو انت عندك 1000 فيتشر اكيد اصعب من لو انت عندك 10. طبعا ال1000 دول انت فاهمهم، ال1000 دول هم ارقام وحاجات ليهم معنى. لما تعمل لهم سكويش ل10 انت مش فاهم حاجه. ال10 دي ملهمش فيزيكال مينينج، بس هم somehow بيكونتينوا جزء من الانفورميشن بتاع ال1000. فاهم؟ فاكر لما تيجي بقى تقارن البوينتس على ال10 دول، بتعرف تحطهم في جروبس كده، وتبدا بقى تشوف مثلا دول شبه بعض، دول طبعا انت مش عارف شبه بعض ليه، بس هم شبه بعض، بس هم شبه بعض based على some sort of transformation من ده برضو كاكزامبل يعني من ال unsupervised learning يعني. وبس يعني انا بس حبيت اقول النقطه دي. وطبعا لو اللينير بتاعك عبارة عن زيروز، فيعني obviously كلهم هيكولابسوا على الزيرو. يعني I don't think محتاج اقول الكيس دي، بس اديني قلتها يعني. وده برضه هيبقى مفيد في اللي جاي. يعني انت برضه ممكن تسكويش من 3D plane، ال 3D plane كله ل 2D plane. ده برضه ممكن تعمله، ودي حاجات هنشوفها في اللي جاي يعني. بس يعني اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، و see you في اللي جاي.